في نقطة مهمة جدا قبل ال10 نقط وأهم من ال10 نقط لازم أقولها علشان يعني حالتك النفسية تبقى كويسة وصحتك النفسية وحالتك المزاجية وتبقى سعيد. وهي إنك تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وإن أنت تكون علاقتك بربنا سبحانه وتعالى كويسة، وإن أنت تطيع الله سبحانه وتعالى. طبعا ده بودكاست طبي وليس ديني، ولكن مهم من الأمانة أن أنا لازم أقول الكلام ده، إنه الأساس في السعادة الحقيقية لا تكون إلا بإرضاء الله سبحانه وتعالى، وباتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، وباجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ويأتي بعد كده كل الأسباب التانية اللي هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله في ال10 نقط. فحبيت بس ان انا قبل ما ادخل في ال10 نقط اقول لكم انه ال10 نقط دول مش هيكون ليهم قيمة كبيرة لو ما عملناش او ما حققناش النقطة الاساسية اللي هي بتكلم عليها دلوقتي. احنا عايزين نعمل بقى مسابقة كده، ان احنا هنكتب النهاردة ال10 حاجات دول مع بعض، وتكتبوا لي بقى في التعليقات قدرت تعمل كم حاجة من ال10 حاجات دول، او ناوي تعمل كم حاجة من ال10 حاجات دول، وتكتب لي كومنت تاني بعد اسبوع انت فعلا قدرت تعمل كم واحدة من ال10 دول. وانا معاكم، يعني انا معاكم زي ما قلت، او دايما بقول انه انا اول واحد بحب اطبق الكلام ده على نفسي. فالناس بتبقى فاكرة بقى ان الدكتور عمرو يعني ايه بيعمل كل حاجة صح وبيعمل النصايح دي 100%، او الدكتور عامة ده شخص يعني ما بيعملش حاجة غلط. لا، هي الفكرة دي مش صح خالص يعني. لكن احنا بنحاول، وانا والله مستفيد جدا من البودكاست فوق ما تتخيلوا. انا شخصيا في حياتي الشخصية انا بستفيد جدا من النصايح دي، ان انا بحاول ان انا اتبع النصايح دي، ان انا ببدأ اتعمق في موضوعات كتير عشان احضر الحلقة اللي انا بقدمها. فده بيساعدني كتير ان انا اقدر ان انا ان شاء الله يعني احسن برضو من العادات بتاعتي اليومية والاهتمام بالصحة وما إلى ذلك. أول حاجة هتكلم عنها أو أول نقطة هو تنظيم النوم. تاني يا دكتور موضوع النوم، يعني موضوع النوم ده موضوع مهم جدا جدا جدا، بيأثر على حاجات كتير. النوم دايما بيجي معانا في المواضيع المتعلقة بالصحة. النهاردة بقى هنتكلم على النوم وعلاقته بالصحة النفسية. النوم عالي الجودة اللي هو اسمه هاي كواليتي سليب، النوم الكافي الصح ليه تأثير مباشر على تنظيم العواطف وعلى حالتك النفسية والمزاجية. وقلة النوم أو النوم قليل الجودة أو النوم الغلط أو النوم المتقطع بيؤدي إلى زيادة القلق والتوتر، ويخليك يعني زي ما بنقول في مصر كده مش طايق نفسك، منفعل ومتضايق. فمهم جدا 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 تنظيم النوم. الموضوع بسيط جدا، كل اللي انت محتاجه ان انت تنام عدد ساعات من 7 ل8 ساعات يوميا. طبعا دي معلومة عامة كل الناس عارفاها. الأهم من كده بقى إنه مش يبقى 7 و8 ساعات يوميا بس، لا، لازم يكون في وقت معين عشان تستفيد، جسمك يستفيد وأجهزتك تستفيد. إن أنت تحاول تنام ما بين الساعة 9 10 بالليل لحد الساعة 5 الفجر 6 الصبح. عايز تحاول تخلي ال6 أو ال8 ساعات دول قدر المستطاع معظمهم ما بين 9 بالليل و6 الصبح. حتى يعني سبحان الله ربنا بيقول في القرآن وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فتحاول ان انت تنام 7 ل8 ساعات في الوقت ده، دي رقم واحد. رقم اتنين، تحاول ان انت تظبط دورة النوم بتاعتك. في حاجة اسمها دورة النوم، اللي هو انت بتنام امتى وبتصحى امتى. وهيبقى لينا حلقة خاصة بالنوم هنتعمق فيها جدا 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 في موضوع النوم. لكن انت عايز ان انت تنام في نفس الوقت تقريبا وتصحى في نفس الوقت حتى ايام الاجازات. في ناس بيجي وقت الاجازة يقول لك بقى انا بكرة، يعني انا كنت بتغدى عند واحد صاحبي كان عازمني على الغدا من يومين، يمكن هو بيسمعني دلوقتي، وكان بيقول لي انا نمت الساعة 7 الصبح. فبقول له يعني 7 الصبح؟ قال لي بقى انا بكره بقى اجازه، وانا بشتغل كل يوم بقى كتير ما خدش اجازه، فقلت بقى اسهر النهارده. فلا طبعا ده يعني كلام مش صح وبيدمر صحتك. في قاعده مهمه جدا 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 في النوم اسمها قاعده 10 3 2 1. ايه قاعده 10 3 2 1 دي؟ قبل النوم ب10 ساعات مفيش كافيين، ادي 10. قبل النوم ب3 ساعات مفيش اكل كتير، ادي 3. قبل النوم بساعتين مفيش تفكير زيادة او ان انت تشتغل او تعمل اي شغل. وقبل النوم بساعة مفيش اي شاشات، تقفل الشاشات كلها قبل النوم بساعة. فامشي على قاعدة 10 3 2 1 دي، هتلاقي في فرق كبير جدا 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 في صحتك وفي حالتك المزاجية. طبعا احنا النهارده بنتكلم على صحتك النفسية وحالتك المزاجية، ويعني شعورك بان انت مستريح نفسيا، ان انت مبسوط، ان انت هادي من جواك لما تحاول ان انت تمشي على الخطوات دي. تاني حاجة عندنا النهاردة
اللي برضو بتتكرر معانا كتير هو ممارسة الرياضة بانتظام، ونحط كده 10 خطوط تحت كلمة بانتظام. طبعا الرياضة فوائدها لا تعد ولا تحصى، لكن بنتكلم عن الرياضة تقريبا في معظم الحلقات الخاصة بالصحة العامة. الرياضة مهمة جدا لأنه بتتخلص من مشاعر سلبية كتير جواك، زي ما بيقولوا كده بتطلع الطاقة السلبية في الرياضة اللي انت بتمارسها. في هرمون اسمه هرمون التوتر اللي هو كورتيزول. الرياضة طبعا أبحاث كتير جدا اتعملت ووجدوا أن الرياضة بتقلل هذا الهرمون في الجسم، فده بيؤدي إلى حالة من الشعور بالسعادة، والحالة المزاجية بتتحسن. مفيش شك أن الرياضة لها تأثير مباشر على الحالة النفسية والمزاجية، أنك تطلع الطاقة السلبية تفرغ التوتر والقلق في الرياضة اللي بتمارسها. طبعا مش كل شخص يقدر ان هو يروح جيم او يمارس رياضة معينة، لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن انت تعملها علشان تمارس نوع من انواع الرياضة. ابسطها ومش حاجة مش هتكلفك فلوس، هي رياضة المشي. وكنا طبعا اتكلمنا قبل كده في حلقة سابقة عن الوقاية من وعلاج ارتفاع ضغط الدم بدون أدوية، وقلنا انه توصيات الامريكان هارت اسوسيشن اللي هي الجمعية الامريكية للقلب انك تمشي اسبوعيا 150 دقيقة مشي سريع. 150 دقيقة ممكن تقسمهم 30 دقيقة 5 ايام في الاسبوع. ده هيحسن معاك كتير، مش بس صحتك وصحة قلبك وضغطك والأوعية الدموية ووظائف جسمك، لكن هيحسن معاك كتير الحالة المزاجية والحالة النفسية. عود نفسك انك بدل ما تركب الاسانسير انك تطلع على السلم. عود نفسك انك بدل ما تاخد العربية وتروح مشوار صغير، رايح تشتري حاجة، رايح المسجد تصلي، رايح صلاة الجمعة، ان انت تروح مشي وترجع مشي. ولو انت من النوع اللي بيزهق زي كده من المشي، ممكن وانت بتمشي تستفيد بقى، تضرب عصفورين بحجر. ان انت تمشي علشان صحتك النفسية وعشان صحتك بصفة عامة، وتسمع حاجة نافعة ليك. تسمع مثلا بودكاست زي مثلا بودكاست طبيبك، تسمع حلقة من حلقات بودكاست طبيبك. احنا عندنا طبعا حلقات بتنزل على المنصات البودكاست المسموعة فقط زي سبوتيفاي وابل بودكاست، او اي بودكاست انت بتحبه، اي موضوع يفيدك تقدر ان انت تستفيد. او في دلوقتي كتب بتبقى موجودة، لو انت مش قادر تقرأ تقدر ان انت تسمع الكتاب ده، او يعني بقى في ابليكيشنز بتقدر ان انت عايز تقرا كتاب معين فبتنزل ابلكيشن والكتاب ده بتحمله وتقدر ان انت تسمع الكتاب حد بيقراه لك فتستفيد وما تحسش بان الوقت بيعدي بسرعه. في كمان طبعا ابلكيشنز، او طبعا في الساعات اللي هي الذكيه دي انا شخصيا ما بستخدمهاش، لكن في ابلكيشن حتى على الموبايل تقدر تنزله مش هيكلفك حاجه، تحسب عدد الخطوات. هنحط مع بعض هدف كده ان احنا نمشي يوميا 10,000 خطوة. 10,000 خطوة. نزل ابلكيشن على الموبايل اللي بيعد الخطوات، خلي الموبايل دايما في جيبك او في ايدك، ونعد الخطوات ونحاول ان احنا يبقى عندنا هدف يوميا على الاقل ان احنا نمشي 10,000 خطوة. ده هيكون له تأثير سحري على حالتك النفسية وحالتك المزاجية وصحتك النفسية. طبعا لو قدرت ان انت تمارس رياضة بانتظام، انك تروح جيم، سواء رياضة مثلا ويت ليفتنج، انك تعمل نوع من انواع رفع الاثقال المتوسط، او رياضة جري او رياضة سباحة او اي رياضة انت بتحبها بتنشط فيها جسمك وبتحسن بيها حالتك النفسية والمزاجية. رقم 3 عندنا النهاردة انك تتكلم مع حد بتثق فيه وتطلع اللي جواك، اللي احنا يعني بنسميه هنا في مصر انك تفضفض او الفضفضة. قد ايه الفضفضة دي مهمة جدا، قد ايه ان انت تطلع المشاعر اللي جواك او انك تحكي اللي جواك امر مهم جدا، سواء كانت المشاعر دي سلبية او ايجابية. طبعا احنا لو بنتكلم على المشاعر السلبية، انك تطلع المشاعر السلبية دي او الاحاسيس السلبية اللي جواك، سواء كانت احساس قلق، احساس توتر، احساس خوف، احساس زعل، مجرد انك تتكلم وتطلع اللي جواك ده بيفرغ كتير جدا، او بيقلل كتير جدا من حجم يعني الحاجة السلبية دي وتأثيرها السلبي على صحتك المزاجية. فحاول ان انت يوميا، طبعا لو انت واحد زي كده ما عندكش حد تتكلم معاه او مش من النوع اللي سهل انك تتكلم مع حد، اكتب مشاعرك او احاسيسك دي بالورقة والقلم. يعني هات ورقة وقلم واكتب اللي انت حاسس بيه، طلع المشاعر اللي جواك دي. او تقدر تتكلم مع فرد من اسرتك او شريك حياتك، يبقى فيه 10 دقايق يوميا تخصصهم للموضوع ده. ممكن تكلم واحد صاحبك في التليفون، حد قريب منك بتثق فيه، تكلمه في التليفون تحكي معاه تطلع اللي جواك. قد ايه الموضوع ده بيفرق كتير، وقد ايه ان الواحد لما بيكبت جواه المشاعر السلبية لفترة طويلة
قد ايه الموضوع ده بيأثر على حياتك النفسية وعلى صحتك النفسية وعلى الحالة المزاجية بتاعتك وعلى نظرتك للحياة. فالفضفضة انك تطلع اللي جواك ده امر صحي جدا جدا جدا، مش بس والله لصحتك النفسية، كمان لصحتك الجسدية. هيريح قلبك، هيريح ضغطك، هيريح أجهزة جسمك اللي بتبقى ممكن تكون مضغوطة بسبب التوتر، بسبب القلق، بسبب الخوف من حاجة معينة، بسبب الزعل من حاجة معينة، او ان انت متأثر بحاجة، او مريت بتجربة سيئة في حياتك، او عندك مشاكل سواء مشاكل شخصية او مشاكل في البيت او مشاكل في الشغل او مشاكل في الجامعة او مشاكل في اي مكان. قد ايه انك تطلع وتفرغ الاحساس ده وتتكلم مع حد، او على الاقل تكتبه، قد ايه ده هيفرق معاك. فحاول ان انت تتكلم مع حد او تفضفض او تطلع المشاعر اللي جواك علشان تحافظ على حالتك النفسية وحالتك المزاجية. رابع حاجة انك ما تقارنش نفسك بالاخرين. قد ايه لما انت بتقارن نفسك بحد تاني انت شايف ان هو احسن منك، بيقلل يعني شعورك باحترام ذاتك. الشخص الوحيد اللي انت محتاج تقارن نفسك بيه هو انت محتاج تقارن نفسك بنفسك. هل انت النهاردة احسن من امبارح؟ هل انت بعد سنة احسن من النهاردة؟ هي دي المقارنة الحقيقية اللي انت محتاج ان انت تعملها. انا عايز اقول لكم انه يعني السوشيال ميديا للاسف ناس كتير بتحاول ان هي يعني بينزل مثلا صور او فيديوهات ان هو سعيد، ان هو قاعد في مكان معين بياكل حاجه معينه، راكب عربيه معينه. قد ايه اوقات كتير بيكون الكلام ده مش صحيح. قد ايه بيكون الشخص اللي حاطط الصور دي او حاطط الفيديوهات دي هو شخص في الحقيقه شخص تعيس جدا، شخص مكتئب جدا، شخص متوتر جدا، وبيحاول ان هو يظهر للناس ان هو سعيد، انه ما عندوش مشاكل، ان هو حالته النفسيه كويسه. وانت بتشوف الكلام ده وتبدأ تبص لنفسك وتقول هو يعني اشمعنى الشخص ده سعيد وعنده كذا وانا ما عنديش. فاول حاجة انه مش كل حاجة بتشوفها على السوشيال ميديا صح، وغالبا معظم الحاجات اللي بتشوفها على السوشيال ميديا غالبا من هذا الباب، او يعني من الاشياء اللي زي كده بتبقى اساسا حاجة مش واقعية. واوقات كتير جدا بيكون الشخص بيعمل كده انعكاس للتعاسة اللي هو فيها، فبيحاول ان هو يظهر للناس اللي قدامه او حتى يضحك على نفسه ويبين ان هو سعيد، لكن في الحقيقه هو مش سعيد. النقطه الاهم والاخطر من كده، انت بدل ما تضيع وقتك لمتابعه الحاجات اللي زي كده، ليه ما تشوفش يعني حتى لو انت حابب تخش على السوشيال ميديا او تشوف حاجه، حاول تشوف حاجه تنفعك. انا دايما بقول ان السوشيال ميديا ده سلاح ذو حدين، ممكن يكون حاجه نافعه جدا وممكن يكون حاجه مضره جدا. ف يعني استخدام السوشيال ميديا يجب ان يكون بحذر ويكون بحرص. وفي نقطة مهمة جدا جدا جدا، اعمل لنفسك حاجة اسمها دفتر الامتنان. ايه دفتر الامتنان ده؟ في مشكلة كبيرة جدا عند معظم الناس وهي اسمها إلاف النعم. ايه إلاف النعم دي؟ في نعم كتير جدا 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 ربنا سبحانه وتعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ففي نعم كتير جدا 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 انت مش حاسس بيها لأنك ألفت، يعني اتعودت على النعمة دي. بحاجات بسيطة جدا، ان انت مثلا تقدر تقوم لوحدك تدخل حمام أعزكم الله. دي نعمة. دي نعمة، دي نعمة كبيرة جدا، لأن في غيرك طريح الفراش، في غيرك قاعد على كرسي بعجل، في غيرك مش قادر ان هو يخش يقضي حاجته أعزكم الله لوحده. حاجة بسيطة جدا ان انت لما تعوز تاكل اي حاجة بتقدر تاكلها. في غيرك ما يقدرش ياكل كل حاجة، في غيرك ما بيقدرش ياكل خالص. في حاجات بسيطة جدا جدا جدا، او انت بتبص لها ان هي حاجات بسيطة جدا جدا لكن هي نعمة. اكتب الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك، وما تبصش للحاجة اللي في ايد غيرك عشان ما تتعبش، لان ربنا سبحانه وتعالى هو مقسم الارزاق. فارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. فيعني مش عايز احول الموضوع لمحاضرة دينية، ولكن الدين طبعا ما بينفصلش عن الامور دي. وطبعا السعادة الحقيقية ان انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي عندك، وتعرف انه الشخص الجعان بالنسبة له الاكل ده نعمة كبيرة. الشخص المريض بالنسبة له الصحة دي حاجة كبيرة. الشخص اللي ناقصه حاجة بالنسبة له الحاجة دي حاجة مهمة، وانت ممكن يكون عندك الحاجات دي كلها. وتأكد انه يعني مفيش انسان بيبقى عنده كل حاجة. وحتى بنلاقي ان اوقات كتير جدا مثلا في بعض الدول اللي هي مثلا معدل الدخل بتاعها عالي جدا، احيانا تلاقي نسبة الامراض النفسية او معدلات الانتحار بتكون عالية جدا، ويكون الشخص ده مثلا عنده فلوس كتير ونجح في حياته. فاذا السعادة مش دايما مرتبطة بالفلوس. السعادة
مش دايما مرتبطة بان انت تبقى عندك فلوس وعندك كل حاجة، لانه يعني مفيش حد بيقدر ان هو يبقى عنده كل حاجة. فخلاصة الكلام، ما تقارنش نفسك بحد، واشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي عندك التي لا تحصى ولا تعد. هتلاقي نفسك وصحتك النفسية اتحسنت كتير، وهتلاقي نفسك إنسان أسعد بكتير. خامس نقطة معانا النهاردة: خصص وقت لنفسك. الوقت ده يعني زي ما بيقولوا كده وقت مقدس، يبقى فيه كده ساعة في اليوم، الساعة دي بتاعتي أنا وبس. الساعة دي هعمل فيها حاجة أنا بحبها، هقرأ كتاب. احيانا يكون الديتوكس من السوشيال ميديا حاجه مهمه جدا، ان انا ساعه مش همسك تليفوني، هريح كده وهصفي ذهني. زي ما احنا بنقول في مصر، هفصل. انا عايز افصل من كل حاجه، هقفل تليفوني، هقفل كل حاجه، هعمل حاجه بحبها. ممكن الحاجه دي تكون حاجه بسيطه جدا، لكن يبقى الوقت ده خاص بيك انت، تعمل حاجه انت بتحبها، تمارس هوايه انت بتحبها. انت كده بتشحن طاقتك، بتجدد نشاطك لما بتخصص وقت ليك، وتبقى الوقت ده يوميا، الوقت ده خاص بيك. لو انت مش قادر تعمل ساعة، خليهم نص ساعة. لو تقدر تعمل ساعتين يبقى احسن. حتى لو الحاجة دي ممكن تكون ممارسة رياضة، او انك تسمع حاجة معينة، بودكاست، او تسمع موضوع معين، تتعلم حاجة، تقرأ كتاب. في حاجات كتير جدا جدا. كل شخص طبعا ليه هوايات معينة او ليه اتجاهات معينة، لكن خلاصة الكلام: خصص وقت لنفسك. This is me time. ده وقتك انت، وقت بتاعك انت، هتفرق معاك كتير قوي. سادس حاجة معانا اللي دايما بتتكرر معايا: كل اكل صحي. يا دكتور تعبتنا كل شوية، كل اكل صحي، كل اكل صحي. حتى الاكل الصحي ليه علاقة بالحالة المزاجية. ايوه، الاكل الصحي ليه علاقة بالحالة المزاجية. يعني انت لو بتاكل سكر كتير، هيبقى عندك طاقة كده، وفجأة هوب هيحصل عندك كراش، هتلاقي نفسك ان انت مش مبسوط. الاكل الغير صحي بيأثر بصورة سلبية. الاكل الجانك فود او الوجبات السريعة، الحاجات دي كلها اتعمل عليها ابحاث، ووجدوا ان هي بتؤثر سلبا على الحالة المزاجية. فبدل بقى الشوكولاتة الكتير اللي انت بتاكلها والسكر الكتير، تاكل بقى فواكه، تاكل زبادي بالفواكه، تاكل حاجات الصحية، تاكل مكسرات. ركز على كمان الاكل اللي فيه بوتاسيوم، وحاجات اللي بتقلل التوتر كتير، حاجات زي السبانخ والموز، انواع من المكسرات. فدي حاجات هتفرق معاك كتير جدا. انا دايما بقول you are what you eat، يعني انت ما تاكل. فاي حاجه بتاكلها بتنعكس عليك، مش بس على صحتك الجسديه، لكن كمان على صحتك النفسيه. وطبعا موضوع الاكل موضوع صعب شويه. حاول ان انت دايما تجهز اكلك قبلها، علشان تتجنب ان انت تضطر ان انت تجيب اكل مش صحي. فعلى حسب بقى انت، لو متزوج مثلا، وفي مثلا زوجتك بتحضر لك الاكل، لو كده انت تحاول تعمل يعني نظام صحي متوازن. لو انت وقتك ضيق زي كده ومفيش حد بيحضر لك الاكل، انت بتحضر اكلك بنفسك او كده، او بتاكل من بره بعض الاوقات، حاول تبقى عارف انت هتاكل ايه. حتى لو انت مثلا ما عندكش وقت تعمل تطبخ، او انت رايح الشغل ووقتك ضيق، اعمل سلطه، اعمل طبق سلطه حلو كبير كده، خده معاك، بحيث ان انت حتى لو هتجيب حاجه من بره ما تضطرش بقى ان انت تجيب حاجات. يعني خد معاك السلطه، خد معاك مثلا نوع كربوهيدرات صحي شويه. ولو انت هتضطر تشتري بس مثلا البروتين، هتجيب فراخ او هتجيب حاجه مشويه صحيه، ده اكيد هيبقى اسهل بكتير من ان انت ما يبقاش معاك اي حاجه، مش محضر اي حاجه، بتضطر ان انت تاكل اكل مش صحي، لان تكرار ده هينعكس بالسلب على صحتك النفسيه وعلى حالتك المزاجيه بدون شك. سابع حاجه هي التقنيات الاسترخاء والتنفس الصحيح. تاني هنتكلم على التنفس. هنتكلم على التنفس. تنفس، عايزك كده تركز مع نفسك بعد ما تخلص سماع الحلقة دي او مشاهدة الحلقة دي. عايزك تركز مع نفسك كده وانت ماسك التليفون. هتلاقي نفسك كده ان انت ما بتتنفسش بعمق. هتلاقي نفسك ان انت احيانا وانت بتتفرج على حاجة، بالذات على السوشيال ميديا، بالذات على الريلز والشورتس، اللي هي انا بعتبرها دلوقتي اصبحت زي الوباء، ودي ليها حلقة لوحدها برضه هنعملها، لتأثيرها السلبي على مخك وعلى عقلك وعلى تفكيرك وعلى انتباهك، وتأثيرها الأخطر كمان على الأطفال. فالتنفس بطريقة صحيحة وعمل تمرينات تنفس ده أمر مهم جدا جدا جدا. احنا كنا اتكلمنا قبل كده على تكنيك للتنفس. في تكنيك للتنفس كويس جدا جدا بيساعد على الاسترخاء، اسمه 4-7-8. 4 ثواني هتعمل شهيق، 7 ثواني هتكتم النفس، و8 ثواني هتطلع النفس ببطء. تكرار دوت من 3 ل5 مرات.
هيساعد كتير ان هو يخلي نبضات قلبك تقل، يخلي حالتك المزاجية تتحسن. لما تتنفس بطريقة صح، تتنفس من بطنك مش من فوق، يعني تاخد النفس عميق لدرجة ان بطنك هي اللي تتحرك فبتشغل الحجاب الحاجز. واتكلمنا برضو كمان على التنهيدة الفسيولوجية، وقلنا في حاجة اسمها التنهيدة الفسيولوجية، ان انت بتاخد نفس او بتاخد شهيق او اتنين شهيق يعني بطريقة سريعة كده، وبعدين تعمل زفير طويل شوية ببطء. ده بيفرق كتير، بيقلل ضغطك، بيقلل التوتر، بيقلل ضربات قلبك. فالاسترخاء عامة، تقنيات الاسترخاء اللي خاصة تمرينات التنفس، او اي طريقة تقدر ان انت تسترخي بيها. ممكن مجرد ان انت قاعد كده بتتفرج على الطبيعة، قاعد في مكان فيه زرع، قاعد في مكان فيه بحر، دي كلها تقنيات استرخاء هتفرق معاك كتير لتحسين حالتك النفسية والمزاجية. فتقنيات الاسترخاء بتساعد على تصفية ذهنك وتحسين حالتك المزاجية. تامن حاجة معانا النهاردة هي تجنب العزلة. طبعا معروف ان العزلة بتزود الشعور بالاكتئاب، انك تبقى معزول عن الناس، ملكش حياة اجتماعية، ملكش اصدقاء. ده امر صعب جدا جدا جدا، بيؤدي لمشاكل نفسية. طبعا الكلام ده معروف، كل الناس عارفاه. في ناس طبعا هترد عليا تقول لي يا دكتور والله يعني الواحد ما عادش عنده وقت، والناس ما بقتش زي الاول، صعب ان الواحد يلاقي حد بيثق فيه. لا، هتلاقي دايما. حتى يعني انا واحد من الناس ممكن يكون يعني اعرف ناس كتير جدا جدا جدا، بس الناس اللي بثق فيهم او اللي انا ممكن ان انا اخرج معاهم او اقعد معاهم اتكلم معاهم يمكن يتعدوا على صوابع الايد الواحده. فانت حتى لو عندك شخص واحد بس، صديق واحد بس انت بتثق فيه بتستريح معاه، حاول ان انت مره في الاسبوع تقابل الشخص ده او تخرج معاه. ما تعزلش نفسك عن الناس. الانسان بطبعه لازم يكون اجتماعي. وجود حياة اجتماعية مهم جدا 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 للصحة النفسية. فالعزلة وانك تبعد عن الناس، وان انت ما تقابلش الناس، ما تقعدش مع الناس، ما يبقاش ليك علاقات اجتماعية، ده بالتأكيد بيكون له تأثير سلبي جدا جدا على حالتك النفسية والمزاجية. وقد ايه لما تكون انت متضايق او قلقان او متوتر او خايف من حاجة او زعلان من حاجة، قد ايه لما تقابل صديقك او صديق ليك، أو يبقى ليك حياة اجتماعية، قد ايه ده هيفرق معاك وهيحسن معاك حالتك النفسية والمزاجية. فحاول ان انت تتجنب العزلة، وحاول ان انت يبقى ليك نوع من انواع النشاط او الحياة الاجتماعية علشان صحتك النفسية. تاسع حاجة معانا النهاردة انك تحدد اولوياتك وتعرف امتى تقول لا. ايوه، لازم كتير جدا تعرف انك تقول لا لما تكون انت عايز تقول لا. فما تعودش نفسك ان انت يعني في ناس بتتحرج ان هي تقول لا. لا، في مواقف معينة لازم ان انت تقول لا لما تكون محتاج انك تقول لا. وتحديد اولويات لنفسك، يعني لما انت تسيب نفسك ان يتراكم عليك اشياء، يتراكم عليك شغل او يتراكم عليك مذاكرة او يتراكم عليك اي اعمال، لو سيدة تراكم عليها اعمال منزلية، ده بيزود التوتر وبيزود الشعور يعني بالقلق. فمهم جدا جدا انك تحدد اولوياتك. واحنا اتكلمنا قبل كده على مربع الاولويات، وقلنا في 4 مربعات هنحطها لكم على الشاشة: عاجل ومهم، عاجل وغير مهم، غير مهم وغير عاجل. يعني خلاصة الكلام، الاولوية للحاجة المهمة اللي محتاجة تعمل على طول، دي ليها الأولوية. فنحاول نشوف مثلا أكتر 3 حاجات أو أهم 3 حاجات محتاجين يتعملوا نعمل بيهم. ما تحملش الكرة الأرضية فوق دماغك وتوتر نفسك. خد الامور ببساطة، خد الامور بهدوء، واعمل الحاجة بالترتيب: الاهم فالاقل اهمية. واعرف امتى تقول لا. لو انت محتاج تقول لا، ده هيفرق معاك كتير جدا جدا جدا، وهيحسن من حالتك النفسية وحالتك المزاجية ان شاء الله. 10 حاجة هننهي بيها حلقة النهاردة ان شاء الله: انك تطلب المساعدة لما تكون محتاجها. مساعدة هنا بنتكلم على مساعدة متخصصة، يعني professional help. يعني لو انت وصلت لمرحلة ان انت حالتك المزاجية والنفسية مش مظبوطة، لازم تدور على علاج. لازم تشوف طبيب متخصص او معالج نفسي. ايه يا دكتور بقى، هو انت بتقول عليا ان انا مجنون يعني هروح لدكتور نفسي؟ لا، مش معناها ان انت مجنون خالص، لكن احيانا انت ما تقدرش ان انت تخرج من حالة نفسية معينة الا بمساعدة طبيب متخصص. فليه الناس بترفض الموضوع ده؟
يعني انت لو عندك برد مش بتاخد دواء، لو في حاجة بتوجعك مش بتاخد مسكن مثلا، يعني تحت اشراف طبيب طبعا. ليه لما بيكون عندك مشكلة نفسية او مشكلة في الحالة المزاجية ليه مش عايز تروح للطبيب المتخصص؟ واوقات كتير في مشاكل كتير بيبقى مجرد ان انت تعمل جلسات علاج نفسي، انك تتكلم مع معالج نفسي، بيفرق كتير جدا جدا معاك. في نوع طبعا من العلاج النفسي معروف اسمه الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي او التعديل المعرفي السلوكي، انك تبدا تنظر الامور بصوره اخرى وتتفاعل مع الامور بطريقه اخرى، وسلوكك يتغير تجاه بعض الاشياء. فانك تدور على مساعدة شخص متخصص او معالج نفسي ده امر مهم جدا. عايزين بقى ثقافة اللي هو وانا لو رحت لمعالج نفسي يبقى انا كده مجنون، لا مش معناها كده خالص. لكن انت ممكن يكون عندك مشكلة محتاجة ان هي تتعالج، واكيد انت تعبان من جواك او انت تعبانة من جواكي. اكيد مش عارف تمارس حياتك، مش عارف تستمتع بحياتك، مأثر على شغلك، مأثر على بيتك، مأثر على اولادك، مأثر على اصحابك، مأثر على علاقاتك الاجتماعية. فبالتأكيد لو انت جربت الحاجات التقليدية ان انت تخرج من الحالة المزاجية والنفسية السيئة ومش قادر تعمل كده لوحدك، بالتأكيد محتاج ان انت تشوف دكتور متخصص او معالج نفسي متخصص للخروج من المشكلة دي. مشوار تحسين صحتك بيبدأ بخطوة واحدة، خطوة صغيرة. المهم ان انت تبدأ وتتبع النصايح اللي انا قلتها لك النهارده. كلام اللي انا قلته النهارده كلام واقعي جدا هيغير حياتك. وافتكر ان صحتك النفسية هي الاساس، هي اهم حاجة في حياتك. عشان تعيش حياة سعيدة لازم تكون صحتك النفسية كويسة، مش بس صحتك الجسدية، مش بس نجاحك في شغلك او في دراستك او في حياتك المهنية، لكن صحتك النفسية لازم يكون لها أولوية. عايزكم تشاركوا النصايح دي مع أصدقائكم وأحبائكم وأقاربكم، وتقولوا لي في الكومنتات إيه أكتر 3 نصايح فرقوا معاك. دمتم في صحة وعافية. كان معكم الدكتور عمرو عياد وبودكاست طبيبك. سلام.